الزمالك الزمالك بيفوز على سموحه 3 أهداف مقابل هدف. الزمالك بيصالح جماهيره بعد سلسله هزايم متتاليه. يا ترى ايه السبب ان الزمالك قدر يكسب سموحه 3 أهداف في الشوط الاول؟ تعالوا اقول لكم مع بعض ايه السبب. هل هو الاداره اتغيرت؟ الاداره هي. هل المدرب اتغير؟ المدرب هو. هل السحر اتفك زي ما بيقولوا؟ مفيش الكلام ده. الزمالك كسب سموحه ل3 أسباب. السبب الاولاني قلنا قبل كده ان الدفاع سيء جدا في الزمالك. في مباراه سموحه وتحديدا الشوط الاولاني محمد عبد الغني كان مركز، حسام عبد المجيد كان مركز، عمرو السيسي ما كانش موجود. الدفاع مركز، مفيش اخطاء، بالتالي مفيش اهداف على الزمالك. السبب الثاني الاداء الجماعي. 3 أهداف في الشوط الاولاني كلهم اداء جماعي، عكس الاول كان كل لاعب بيلعب لوحده، كل لاعب عايز هو اللي يجيب الجون. وجود شيكابالا في الشوط الاولاني اصبح بيوزع كوره، اللعيبه كلها بتلعب لعب جماعي، مفيش انانيه. الزمالك عمل شوط من اجمل ما يكون. الشوط الثاني مع التغييرات الزمالك ما جاش، رجع تاني لقديمه. السبب الثالث الجمهور. برغم من الاداء السيء للزمالك خلال الشهرين اللي فاتوا، الا ان الجمهور بيشجع بكل عزيمه واصرار ومصمم ان هو يكون ورا الفريق. الجمهور هو السبب الاساسي لفوز الزمالك. بنقول مبروك للزمالك، ويا رب نتعلم من الشوط الاولاني في مباراه سموحه ويكون هو ده اللعب دايما. شكرا لكم.